مساء الخير عليك يا رضوى. انا عارف ان انت هتبقي مستغربه انه في راجل بيبعت لك رساله على الهوا وبس. الحقيقه السبب اللي خلاني ابعت لك الرساله دي هم حاجتين. الحاجه الاولانيه انه السيده او الست اللي انا هكلمك عليها اسمها نيفين بتتفرج عليكي، وانا عارف ان هي بتتفرج عليكي، وعارف ان هي لما هتسمعك هتعرف ان هي دي نيفين وبتسمع كلامك جدا. الحاجة التانية وده الأهم هو انه انا بحب رأيك رغم ان انا راجل وبقتنع بيه فانا قررت ان انا ابعت لك الرسالة بتاعتي علشان اوصل معاكي لحاجتين. الحاجة الأولانية هو انه انتي تقولي نيفين بعد ما هنخلص القصة المفروض انها ترجع لي. الحاجة التانية انه انا بحب رأيك جدا وهكذا. ميرسي لي، كتر الف خيرك. رضوى، انا الست اللي انا بتكلم عليها دي هي ست مطلقة عندها عيلين. الحقيقة انا كنت بعملها وحش قوي. الحقيقة ان انا كنت مفهمها انه موضوع ان هي مطلقة ده كأنها وصمة عار. قعدت معايا او حبينا بعض سنتين. في السنتين دول انا يوم حلو و10 ايام مر. يوم ما اقول لها صباح الخير يا حبيبتي وحشتيني، ويوم بقول لها لا مش نافع، انا مش هتجوز ست مطلقه، مش هتجوز ست عندها عيال، انا مالي ومال عيال غيري، انا اشرب ده ليه؟ ما انا اروح اتجوز لي واحده كده سنجل كده عزبه جميله ونخلف وبتاع وابو العيال وهفضل مربوط بيه وزن ومش عارفه ايه، يا ستي ابعدي عني. وارجع تاني اقول لها انا بحبك وعايزك. الحقيقه يا رضوى ان انا عذبتها، والحقيقه يا رضوى ان هي استحملتني كتير. مش كده وبس، لكن انا كمان كنت بسيبها واروح اعرف ستات تانيين، وهي بتبقى عارفه ان انا بروح اعرف ستات تانيين ويا عيني ساكته عشان هي بتحبني. قعدت تقول لي كتير انا مستنيه ان ربنا يهديك ليا. قعدت تقول لي كتير انه انا بحبك وعايزاك وهستحملك وهستحمل عصبيتك وهستحمل كلامك لحد ما ربنا يهديك يا عيني. بس انا بصراحه يا رضوى كنت ندل، كنت جبان زي اي راجل شرقي مش عايز يتجوز واحده ست مطلقه وعندها عيال ومش عايز يبقى مربوط براجل تاني. فزي ما بيقولوا كده خدتها مقلب حراميه. صحيت في يوم وليله ما لقيتنيش. غيرت نمره التليفون وغيرت الشغلانه وغيرت العيشه وغيرت الحياه وانا تمام. ده الجزء الاول في القصه. الجزء بقى التاني في القصه، وده الجزء اللي مخلياني رايقه قوي وسعيده ومبسوطه وفرحانه، هو ان الراجل ده راح عرف كم عدد من الستات والبنات كتير كازانوفا يا عيني، ومرتاحش مع ولا واحده فيهم. والغريب في الموضوع ان كلهم مش متجوزين، يعني لا فيهم مطلقه ولا فيهم ارمله ولا فيهم حتى مخطوبه زي ما هو كان كاتب في الرساله بتاعته. بس ما حسيتش مع ولا واحده فيهم اللي انا حسيته معاها رضوى. مفيش ولا واحده فيهم عرفت تحتويني وتطبطب عليا غيرها. حسيت ان انا شريكه حياتي ضاعت من ايدي، امي واختي وحبيبتي وصاحبتي زي ما انتي بتقولي. حاولت اكلمها كتير ما بتردش. بعت لها 300 رساله بتقراهم وما تردش. اللي ضايقني اكتر انها لما انا اختفيت وجات لي انا قابلتها وحش جدا، وكنت متوقع ان انا كمان لما هروح لها، او كنت متوقع ان انا لما هروح لها هي هتقابلني حلو، لانها طول عمرها فاتحه دراعاتها ليا، ولما رحت لها قابلتني بطريقه زي الزفت. انا ندمت. كلنا بشر وكلنا خطائين. قولي لها ان انا غلطت، قولي لها ان انا بحبها،
قول لها ان انا محتاجها، قول لها ان انا عايزه اتجوزها. لا لا، انا مش هقول لها ده. لا. ايها الرجل، انت ما رحمتهاش عشان ترحم، هي ما صعبتش عليك عشان انت تصعب عليا. في مثل بالانجليزي بيقول you took her for granted، يعني ضمنت بقائها، وعشان حضرتك ضمنت بقائها فعلشان كده كنت بتعملها المعاملة دي. ولما الست دي راحت من ايديك، لما انت اللي نمت وصحيت اكتشفت ما بين يوم وليله ان الست دي عرفت تتخطاك، عرفت تعديك، خلصت المرحله وبتبتدي دلوقتي بدايه جديده وصفحه جديده، وخلاص سابتك في حالك مع بناتك بقى اللي متجوزين او اللي متطلقين او اللي مش مخطوبين، فحضرتك دلوقتي جاي تقول قولي لها ان انا محتاج لها. طب وهي لما كانت محتاجه لك انت كنت فين؟ طب هي لما قبلت كلامك البايخ السخيف بتاع ان انتي ست متطلقه ويا عيني عندك وصمه عار وانا ما اقدرش اعمل في نفسي حاجه زي كده، انت كنت فين؟ من لا يرحم لا يرحم. فرق كبير ما بين ان انا اكون متسامحه ومهزأه، فرق كبير ما بين ان اكون كريمه في مشاعري وضعيفه في شخصيتي، فرق كبير ان انا احتويك واستحملك علشان بحبك، وانك لما تزيد عن الحد اقول كفايه عليا كده. ايها الرجل المحترم، اعتذر ليك على الهوا وبقول لنيفين برافو 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 انك عرفتي ان العلاقه دي فيها سم قاتل وقررتي ان انت توقفي العلاقه. برافو ان انت فهمتي ان الراجل ده راجل اناني ما بيحبش غير نفسه. برافو ان انت خليتيه يحس بنفس الاحاسيس اللي حسسك بيها لمده سنتين. برافو يا مين. كل واحده ست بتتفرج عليا دلوقتي لازم نعرف انه القصه المستفاده او الطريق اللي احنا لازم نسلكه والاستفاده من القصه دي ان في فرق كبير قوي ما بين ان انا اكون بحبك وبحتويك تاني وان انا اكون انسان مهزأ. فرق كبير ما بين ان انا اكون بستحملك وبطبطب عليك وان انا ضعيفة الشخصية. فرق كبير اكون بحبك وبتحترمني وبحبك وما بتحترمنيش. الدنيا هات وخد، الدنيا اخد وعطا. اللي عمال ياخد منك بس قولي له باي باي مع السلامة، ما تلزمنيش.